نزلوا يغوصوا تحت البحر وهيدا الشيء المرعب اللي صار معه في 22 اكتوبر عام 2003. راحت تيتا واتسون مع زوجها غيب واتسون في رحلة الغوص لقضاء شهر عسل في سواحل كوازلاند باستراليا. لكن خلال الغوص غيب اللي هو زوجها شاف تينا فاقدة وعي، فطلعها من تحت البحر واكتشف انه هي ميتة. وداها على المستشفى اكتشفوا انه سبب وفاتها هي غرق، يعني خنقة. غيب هون انصدم انه كيف غرقت، كانت في اسطوانة في ظهرها، واول ما نزلنا تحت البحر شفتها هي عم تتنفس وعم تأشرني بالكلام عادي يعني. لكن بعدها اكتشفوا انه الهواء اللي كان في داخل اسطوانة ما كانت ممتلئة بشكل كافي، وصار تحقيق رسمي واتهموا غيب انه هو تركها انها تغرق تحت البحر. لكن في عام 2009 بعد ما محكمة ضغطوا عليه بعترف اني كنت مهمل او سببت موتها بدون قصد، بس لا تحاكموني كقاتل اني انا قتلتها بالقصد، لا، لانه هو بالبداية كان يقول للمحكمة انه هيدا الشيء اللي صارت عبارة عن حادث، يعني حاولت اني ساعدها لكن ما قدرت. كان بده يبرر هي جريمة على نفسه 100%. هون محكمة استرالية حكموا عليه بسجن 18 شهر، لكن بعد ما رجع للولايات المتحدة المحكمة اتهموه انه انت قتلت زوجتك بالقصد، لكن هي تهمة اسقطت مع مرور الزمن. وبس تقدروا تلاقوا هيدا الايموجي